مين اللي يضبط الايقاع ده؟ يعني هل احساس الفنان من الداخل او المبدع الكاتب او المؤلف او الشاعر، ولا مطلوب من جهه ما انها تضبط هذا الايقاع؟ لا، هو المسألة بتيجي من جوانا، هو ما ينفعش جهة يعني تقنن ده، لكن هي لازم تبقى من جوانا. وانا مش بقول بس في الفن، لكن انا بقولها ايضا في الاعلام، في الصحافة، في البرامج التلفزيونية. يعني احب لما اقرا حاجة شيء بينتقد يبقى فيه اسلوب علمي محترم نقدم بيه هذا الانتقاد، لكن المسألة ما تبقاش عشوائية، ما تبقاش همجية. في الفن احنا منظمين جدا في هذه المسألة. يعني لما بنيجي نطرح موضوع، حتى لو موضوع جريء، بنبقى مهذبين في طرحه من غير ما نجرح في حد، ويعني بنقول منشطات عريضة. لكن انا بشوف احيانا ان الحرية لما بتزيد في الصحافة او بتزيد في الاعلام بتبقى زيادة، مش كل الناس بتعرف تستخدمها صح. جايز لانه يعني التحول نحو الحريه تم بشكل بعد فتره طويله من الكبت جايز او من الحصار جايز، وبالتالي لما الناس لقت حريه فبتتعامل معاها، او المفروض يتعاملوا معاها واحده واحده لحد ما يتعودوا عليها. يعني يمكن نكون ما تعودناش ان احنا نتعامل بهذه الحريه، احتمال. بس والله لما نيجي ناخد هبه كويسه، حاجه كويسه، طب نستخدمها في مكانها الصح وبالاسلوب الصح. يعني مش عايزين تحجيم حريه، لكن عايزين تحضر في استخدام هذه الحريه. بص، ما تقعدش تاخد مني تفسيرات كتير، هو كده الموضوع وبس. انا ماليش دعوه بالسياسه خالص. هو البرنامج ده سياسي اصلا وانا جيت غلط ولا ايه؟ يعني انا جاي اتكلم عن فيلم. انت ماشيه كده حاجه كده لا انا مش عارفه، كل شويه تقول لي سياسي وبتاع، انا مش دعوه بالسياسه خالص. قضايا المراه وحرياتها والتزامها ده توجه ليكي يعني في الفترة الأخيرة. يعني في رمضان اللي فات شفنا قصة الأمس وكان بيعبر عن المعاني اللي احنا بنتكلم فيها دلوقتي بشكل آخر، طبعا بقضية أخرى. ده توجه ليكي جديد؟ هو مش جديد، هو بقاله فترة. يعني أنا فعلا يعني عايزة دايما أعبر عن المرأة وأخد لها حقها. يعني أنا بمثل إيه بس أحيانا. إيه تاخدي لها حقها في إيه؟ يعني هقول لك، أنا مثلا بمثل أحيانا شخصيات، وانا بمثل بحس ان انا جوايا محامي يدافع عن هذه الشخصيه. في قصه الامس بانت قوي، مش كده؟ طبعا كان محامي بارع، كان محامي جامد يعني. ده محامي بالنقد. وعلى فكره في كتير من فكري. يعني قصه الامس لما جه كتب، انا يعني صديقي العزيز جدا وبحترمه جدا الاستاذ محمد جلال عبد القوي، وعملت معاه نصف ربيع الاخر، كان من احلى اعمالي طبعا. من سنين يعني. وجينا اتقابلنا وقلنا، يعني انا قلت له رايي في المراه انه على الزوجه ان هي ما تستكنش. يعني انا كنت معترضه على الزوجه في نصف ربيع الاخر ان هي في الاول تقول له خلاص روح للثانيه، خلاص هعمل ايه، وقاعده تعيط وبتاع. قلت له لا، الست لازم تكون ايجابيه اكتر، دي تخليه يندم انه سابها وتنزل وتشتغل وتحقق حياه وزي ما هو حب واتجوز هي كمان ممكن تحب وتتجوز. فقال لي عندك اراء انت غريبه. غريبه. فقال لي انا هكتب موضوع يا الهام وهكتبه وانا في دماغي الفكر بتاعك ده. ففعلا شخصيه زهره هو كتبها وده كلامه فعلا، وهو في دماغه افكار الهام شاهين شخصيا، فطلعت كوبي من شخصيتي. يعني انا عنيفه شويه، رد فعلي عصبي، بعتز بنفسي جدا، وعلى قد ما ممكن ادلع الدنيا كلها مش بس الراجل، ادلع الناس في شغلي، ادلع في عيلتي، في اصحابي، في بتاع. لكن وفي البرامج وكده يعني لما تبقى برامج برضه طبعا. لكن لما يبقى في ظروف تستدعي مني وجه اخر تبقى مجنونه. ربنا يستر يعني. في ناس كمان استغربت في فيلم خالتة فوزية ان انا اللي بطلب الراجل للجواز، تتجوزني يا اخويا وطلقني. هي اللي بتاخد قرار الجواز وقرار الطلاق. بنات بدأوا يسألوني هو مش عيب ان الست هي اللي ربنا يقويكي بقى. لا، قلت لهم مش عيب. ليه عيب؟ انت بتطلبي حاجة يعني شرعا تحترم وقانونا تحترم، بتطلبي جواز مش بتطلبي حاجة غلط، فليه عيب؟
طب ما الراجل بيجي يطلب الست للجواز، تفرق ايه؟ ان الست هي اللي تقول له تتجوزني. انا شايفه ما بقتش تفرق في المجتمع، يعني بعد كل التطور اللي احنا فيه ده الست هي اللي تطلب، الراجل هو اللي يطلب، المساله ما تفرقش. اتكلمتي في السياسه، اتكلمت الهام ده شاهين السياسه. في السياسه كتير، خضنا في موضوع الاقباط في السينما وفي الفن، وانتهينا الى حقوق الرجل وحقوق المراه، وهي القضايا المثاره سياسيا في وسائل الاعلام وفي المنتديات وفي كل الاحتفاليات السياسيه. قالت الهام شاهين كلام جميل، كلام معقول، المهم انها كانت معانا بتتكلم كلام مسؤول. خلص الكلام، نلتقي في الحلقه المقبله. انا اشرب ميه، شاي. والله انت اللي بتسال. والله انت اللي بتجاوبي، اللي بتنقش. انا مالي. ازيك يا وائل؟ كويس؟ كويس. المهم انت تبقى كويس. بس مش هقول اسم طبعا. معقوله؟ انا مقتنع دلوقتي جدا باللي بعمله. انت مقتنع؟ الحمد لله. لا طب ربنا، ده احنا جايين نهدي النفوس يا جماعه. هاديه النفوس، اطمني. وانا جيت غلط ولا ايه؟ انا جاي اتكلم عن فيلم ماشيه كده، حاجه كده عشان عشان هي بقى خلاص هتتحول الى